الناس خلاص من بدا مغطاه ولا كذا هم ناقصين حنان، محتاجين ناقصين حنان شوية. بالله عليكم هذا كلام رجال مسوي نفسه شخص محترم ونزيه وفاعل خير وصاحب حق، يتكلم بهذه الطريقة الغير لايقة على أكثر من 30 مليون شخص، وعلى واحدة كانت يوما ما زوجته الضعيفة المسكينة الذي جرجرها والدتها من محافظة إلى محافظة واستغلها وتزوجها رغم عنها بعقد باطل ووكيل مجرم وشهود زور وأمين لا أمانة عنده. أما بالنسبة للكلام الذي تكلموا فيه أو تكلمت فيه هي بالذات، الحمد لله رب العالمين، هذه هي من الله الذي يشتي أبرر أو أبرر. ما هو ضروري أن أنا أبرر لك ولا هو ضروري أن أنا أتكلم معك. أنا حبا في المتابعين الكرام أنزل ما هو في القلب على من، سواء للمشهورين أو الذي نزل. أنا ما غلط ولا سويت جريمة ولا سويت شيء. انتهت القضية بالمحكمة والقسم، تكلمت من عظمة لسانها. ما فيش إنسان يدخل ويتزوج بلاش، ما فيش. أول كلمة تجيبها صح وأكيد بدون رضاك. فعلا ما بيش إنسان يتزوج بلاش، لأن لو عندك ذرة إنسانية ما نصبت المصور حقك وكيل عليها وتزوجتها بلاش واستعبدتها وبعد الاستمتاع رميتها والدتها المريضة للشارع. هذه واحدة. والثانية تحاكت على البيت وعاد عفشها موجود عند صاحب البيت مقابل قيمة فواتير الكهرباء والماء وحق الإيجارات ومحجوزات بتوجيهات منك لصاحبك الذي هو صاحب البيت. هي أنا القضية انتهت بشهر 4، ما عندي أي شيء. إذا في شيء في المحكمة تطلبني للمحكمة، صح ما طلبتني في 7 يوليو في محافظة الحديدة. واثق من نفسه قوي لأنها استغل ضعفها ومضبطها أوراق وتنازلات من البداية. البنت في صنعاء ما لقيتش تاكل ولا حصلت حق علاج لأمها، وتشي تجي تشارعك في الحديدة لأنك موضع أمورك ودقي معرفة عند الكل ومستغل أوضاع أبناء تهامة ومرتكب هذه الأفعال بفلوس المساعدة الذي تخص البسطاء. وكان جاء القسم وحضروا الأمين الشرعي وحضروا المحامين، وعندي ما يثبت أرقام المحامين وصاحب البيت. هذا أشياء معروفة، وكل ما تم تجهيزها مسبقا من طرفك كان تحت الإكراه والتهديد للمسكينة، ونفذت كل توجيهاتك لأجل تنجو بنفسها وأمها من خاتمة السوء الذي بتلقاها على يدك لو بقيت. خلاص طلقت وانهيت بأوراق رسمية وراحت واستلمت مني زد مبلغ مالي والله يستر عليها، ما لاحقت. لا رجال كريم وصاحب جهد كبير، وأكيد صورت لها وفعلت لها استلام بالمبلغ وعمتها في المحكمة. أما زي ما هي تقول إنها سقطت وإن كانت واحمة، هذا بأمر أبو مختار، وتواصلنا وقلت لهم هذه مبلغ وحطيته في المستشفى، وقلت له تروح المستشفى تعمل فحوصات وأنا أتحمل المسؤولية. ما رضت تروح المستشفى، رفضت، والآن تقول سقطت. أتحداها وأتحدى كل واحد إنها تصير تعمل فحوصات، وإذا ثبت إنها سقطت أنا أتحمل المسؤولية. بس هو كلام من الشارع، تستغل الرأي العام مثل ما استغلتني، مثل ما شافت وضعي وجدت تتخيل إنه كل شيء إلا استغلال. أنا سمعتها قالت هبط الجنين، مش عارف إن سقط ما سقط، هذا شؤون أخرى. إحنا حول موضوع استغلال واحتيال على البسطاء وزواج باطل بالإكراه بدون مهر وتفويض وكيل من طرفك وليس من طرفها ومن طرف المحكمة، زواج بدون إيفاء أي شرط من شروط صحته. لو فرضنا عاش الجنين وكبر أش بيكون؟ فإن أنجبت مهر فمن طيب أصلها، وإن أنجبت بغل فمن ذلك البغل. فحضر المحامين وحضرت وانتهت القضية بيوم أبيض. ما حبش أحد إنه يلاحق بعد الطلاق، انتهى كل شيء عندنا. موضوع الزواج انتهى، لكن موضوع ما قبل الزواج من استغلال وبطلان للزواج ما زال باقي وبتاخذ حقها بإذن الله. أما بالنسبة للذي يعلق أو مثل الأخ الذي هم المشهورين، ما بذكرش أسماء، يشرفنيش إن أنا أذكر أسمائهم. كفو. الذي يغلط على روحه. أنا تربيت ورباني أبي على عدم إنه أرد الإساءة بالإساءة، وتعرفوني هذا من سابق. معروف والله. دليل سجلك السابق من نهب المستحقات البسطاء ومتاجرة بوجاعهم والكذب والدجل على فاعلي الخير، والإثباتات موجودة ونشرناها.
حتى يوم تضامنوا معك واخرجوك من السجن كانت امك طالب بابقائك في السجن مدى الحياه. هذا يخبر بولدها، بس الناس ما فهموا. ما هو ضروري أبرر لكم، وارضاء الناس غاية لا تدرك، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا ما غلطت عليها ولا ظلمتها، وهي من طلبة الطلاق، وهي بعد ما عيشتها تزوجت وديت ودفعت زلط ونزلتها واستأجرت لها البيت لمدة 5 شهور، وقالت ما تعيش عيشة كريمة، ما بش فترة وانقلبت. كل شيء واضح والواقع يثبت ذلك. أما الذي يقول هي يتيمة قد وضحنا بالفيديو السابق، وعندي ما يثبت سواء من عند الشوكاني صاحب البيت أو طلقائها السابقين الذي قد فعلت بهم نفس، وعندنا فيديوهات قريبة جدا إن شاء الله تشوفوا الواقع. لا تستغلوا، لا تكون تدهاكم عقولكم وتروحوا للغلط وبدون ما تسمعوا من الطرف الآخر. لكل حدث حديث، وكل شيء في وقته حل، ورب العالمين فوق الجميع مطلع على كل شيء. زواج على سنة الله ورسوله، ما فيش واحدة تجيب لاش، والذي يقول بسلاق ذايا ما فيش مرة تجيب كيس دقيق. فعيب، عيب على الإنسان أنه يتكلم بدون أي إثبات. اثبتوا، وهذه حلال. ما حد قد فعلها إلا أنت أعتقد، ولا عاد أحد بيفعلها. والدولة جاهي، أنا أستجيب للدولة، ودي الإثباتات، ودي الورق، ودي الرسائل، ودي كل شيء. والله ما توقعت أن عاد أنت ماخذ راحتك للآن ومستمتع بحياتك بعد هذا الضجة كلها. قلت انقذك في بيت خالك أنت والشلة حقك كاملة، لكن نبرر ذلك لأن نهاية أسبوع وإن شاء الله بكرة تكون في قبضة الدولة، وننتظر منها قريبا إنصاف المظلوم ونصرته في المحكمة، ويحضروا المحامين، وسواء من حضر في القضية السابقة. ما بش محكمة، أول شيء في البحث وتحقيقات لا ما يحق الحق، وبعدين تتحول للنيابة للمحكمة. المهم لا ما يفصلوا في القضية. هل بتخرج دولة نفسها في قسم 7 يوليو بيتركوه؟ لا، ألا تركوه نتيجة التهديد والضغط عليها من طرفك وكتابة تنازل منها مقابل أن تطلقها وتنفذ بجلدها. هي حبت الشهرة، حبت تستغل الرأي العام، حبت ما تظهر، نزلت أي شهرة هذا الله يشهر بك. أتحداها تنزل باسمها، وتحداها تقول بأخوها ولا بأهلها، أتحداها لأنهم عارفين حبت تستغل الرأي العام، لأنها بنت محترمة وخايفة على سمعتها وما تشتهر مثلك. أنتم ناقصين حنان. الدليل أنهم يستغلوا البسطاء ويدوا المسكين سلة غذائية وشلوا رقم حقها المدام وتزوجوها وعادي في راسه. أما الذي يقول أنا نصاب ولا سارق ولا عادي، أنا أتزوج، الله حل الأربع، أتزوج ما سبرتش الله معها، الباب يفوت جمل، حلال زلال، انتهى الكلام عندنا. حل 4 حلال زلال، مش نصب واحتيال. ما أفعل، أتحمل واحدة مال. قد تحملت بظلم الذي قبلها وشليتها وهي في راس زوجها، وقاموا أخوتها يعني رحلوها من الدنيا في ذمتك يا عدو الله، وكان المفروض يرحلوك أنت. إدارة مباحث محافظة صنعاء تلقي القبض على النصاب الكبير غالب القاضي الذي تزوج امرأة وهي ما زالت على ذمة رجل ناظر وزوجها على قيد الحياة. نتمنى من سلطات صنعاء التحقيق مع هذا النصاب ومعاقبته على كل الجرائم والملفات القديمة والجديدة ليكون عبرة. لو هي إنسانة ما ظهرت. صحيح، علشان لا تكشف حقيقتك. فما هو ضروري أبرر لكم الأكثر. فالحمد لله رب العالمين، حبيت أني أظهر للمتابعين الكرام والقضاء، وإن شاء الله أن احنا على محكمة بإذن الله قريبا جدا، وأشياء تثبت وتثبت واقعها وتثبت ما حصل وتثبت بمكان، كل واحد ينطق على ما يشتيه. أي واحد. مش غريب أنك تنجو منها، لأنها مش أول قضية ترتكبها وتنجو منها بسبب تمرسك في الشيطنة وخبرتك القوية فيها ضد الضحايا السابقين. لكن لا تنسى إن الله يمهل ولا يهمل، وإذا نجوت من هذه ما بتنجو من غيرها، ومثل ما يقول هربت كثير والقبضة واحدة. أنا لا أقول له تغطى وابدب ما شاء ناقص حنان الشعب المطبلين. سبق وتغطيت خلف غيرك أيام كنت في السجن، وكانوا ينشروا لك مناشدات واستغاثات وقصائد حزينة، وما قصروا الشعب معك، تعاطفوا ووقفوا وارسلوا الفلوس من الخارج والداخل وخلوك ترند حينها.
وطبلوا لك على قولتك لا مخرجك من السجن، والآن رديت لهم الجميل وقلت لهم ناقصين حنان ومطبلين علشان انتقدوك بعد ما عرفوا حقيقتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي وأصدقائي والمتابعين والمشاركين. أو الذي يسأل عني هل أنا باقي في السجن أم طلعت، فأنا لسه باقي في السجن. فسوف أتكلم اليوم عن مستجدات القضية بعد عناء طويل وظلم وقهر من يوم ما احتكمت بالبراءة من 7/4 إلى اليوم، وبعد أن استأنفوا أخواني وصل الملف الاستئناف، واليوم عقدت أول جلسة وأجلت الجلسة إلى حين آخر بسبب أخواني لم يحضروا الجلسة. فلهذا ندائي اليوم إليك يا من تشاهدني، إلى كل أخ، إلى كل صديق، إلى كل قريب يعرفني أو يعرف أخواني، أن يوصل لهم هذا المنشور، أو إلى أمي لكي يحضروا الجلسة القادمة، لأني كنت منتظر الفرج اليوم والإطلاق وأعود بين أولادي. فندائي اليوم إلى أخواني، إلى أخوتي، أنا من لحمكم ودمكم، أنا أخوكم. اتقوا الله فيني، اتقوا الله في أولادي. يا أخواني، أنا بشر مثل ما أنتم بشر. قبرتوني وأنا حي في مقبرة الأحياء، وأنتم جالسين تماطلوا ولم تحضروا للجلسات وتعرقلوا الملف. اتقوا الله يا أخواني. يا أمة، يا أمة أنا ابنش، يا أمة ردي على أخواني كي يحضروا الجلسة. يا أمة أخواني ظلموني ورجموني في السجن وأنتي تعلمي ذلك. يا أمة تعلمي بحالتي وظروفي الذي أنا أمر فيها. يمه أخواني دخلوني هذا السجن مقبرة الأحياء، والآن ابنش مريض، ابنش فيه القلب، السكر، وبنتي فيها الروماتيز. يمه انظري لي بعين الرحمة. يمه انت تعلمي بحالتي، لا وظيفة لا بيدي شيء. يا من تشاهدني الآن وأنت تنظر إلى منشوري، فشارك عسى من يلقاه وأن يوصله إلى أمي أو إلى أخواني، ويدق في قلوبهم الرحمة ويحضروا الجلسة لكي أخرج بين أولادي. يكفي يا أخواني، يكفي يمه، يكفي يا أخواني. 3 سنوات يكفيني ظلم وقهر بالسجن. يمه خافوا الله. أسأل الله العلي العظيم لكل من شارك هذا المنشور أن يرزقه بعدد قطر الأمطار، ورق الأشجار وذرات الرمال. لا تنسوني من المشاركة، حطوا مكانكم في مكاني. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله طلعوا ترند، الحمد لله زادت بالصفحة، الحمد لله رب العالمين. أنا بخير متعافي في نعمة. هيا أعجبكم يا أصحابنا، للأسف أن به مساكن يدعموك بدون ما يشعروا. يا جماعة الخير، الذي مشترك ومتابع لحسابات هذا الشخص يلغي الاشتراكات والمتابعة والصداقة ويحضر فيديوهات قنواته، لأنكم مشاركين في الذنب، مشاركين في استمرار الاحتيال. حتى عندما تهاجموا بالتعليقات في الفيديوهات الذي على حساباته وقنواته، أنتم بهذه الطريقة تدعموه وتشهروه على قولته بدون قصد. تجاهلوا أي مواضيع تأتي من حساباته واحضروها، وحينها بيتضرر ويرجع يناشدكم مثل ما ناشدكم أيام السجن وقبل 2 وغيرها من المناشدات والترجي، واستمروا في تجاهله تماما. الحاجة التبرير ما هو بالفيسبوك ولا بالتواصل الاجتماعي، البراءة أو الدليل في المحكمة. إن عندي شيء بتاخذه، وإن عندها شيء بناخذه بالقانون، وانتهى الكلام. وليش طلعت تبرر؟ قد هو 3 فيديو وانت تبرر يا بريء. وما بو أي حاجة إلا رب العالمين يسهلها. أحبة الكرام، شاركوا البث واشهروا، ما عليكم. أشتي ترند، أشتي يطلع لمدة حتى 5 أيام ترند، أنا أفدى قلوبكم. شفتوا على استهزاء واستحقار بكم يا شعب؟ قاطعوه مثل ما قلت لكم، وبتشوفوا كيف يرجع يعوي. والله الذي بيقول لك انه يستغل الفقراء ولا يستغل، اتحدى اي فقير يجي يقول غالب القاضي يستغلني.
من ذي ما يقدر يقول أنك استغليتها، لأنهم ناس بسطاء على قد حالهم، وأنت شخص متحدث متمرس وخلفك عصابات كبيرة ومرتزقة يمشوا برا يموت، وكلها من ظهور المساكين. المسكين تعطى كم أعطيته وتبصمه على الشيك والمبلغ الذي تشتاه، وتخلى يظهر فيديو ويتحدث حسب ما تفرض عليه، لأنه إذا ما مشى معك على رغبتك بتتخلص منه بطريقتك وتمسحه من الوجود هو أهله. تمام، الله يستر عليكم ويحفظكم ويرعاكم بحق الشهر الكريم هذا. ودوني قسم الشرطة وقال لهم خبطوني وبهذلوا ببنتي وبعدوا اللي تمام فوق بنتي ودردحوا بنا وقالوا شو ودونا سجن المركزي لما نعملش المقطع اللي نشتي، وصمتوني بثائر بظهري ونجي أعلم لك بالحريق داخل ظهري. أنا أجدكم بحق الإسلام أنتم تشلوا بحقي. أنا لا عاد ليلي ليل ولا نهاري نهار، والرعب اللي داخلنا ما نفطرش ولا ندخل لقمة لقفنا. نحن نستي نجل بحق نحن من الظالم هذا المفتري. اديني عساكر قحتتوني وبنتي ومرمطوا بنا العرض، غير تروا اللي ثامن فوق بنتي من وجهه وصوره بنتي بين على الحالة النفسية. بعد قلت له اتكلم نفسه ولا جالسين عند الناس بقولة عمران خايفين، ما نقدرش نخرج باب الشارع لأننا خايفين. مثل ما تخلصت منها قبل 2 سنين وخليتها لها مشوها. أما الذي دعموك من أصحاب المال فقد تكلموا ونشروا تسجيلات من قبل سنين، لكن لأنهم مش في اليمن ما قدروا يفعلوا شيء بك، ولأنك داري أنهم معهم فلوس ما قدرتها ترد على حتى التسجيلات الصوتية الذي سجلتها أنت ولا قدرتها تنكرها. شكرا للأخ كمال، شكرا للأخ بسام الجعدي، كذلك أبو بدر. شوفوا كلام أبو بدر كيف الناس يتكلموا. هذه القنوات والحسابات التابعة له. أنا أقدم الشكر لكل الناشطين المحترمين وعلى رأسهم أبو بدر، وكذلك بسام الجعدي، أبو عاصم. عاملوها مثل ما قلت لكم، تعاملوا قنواته وحساباته، احضروها قبل أن تتوسع وتتكاثر في الخير والشر في صراع مستمر. اكسروا ظهر الشر بما استطعتوا. فهمتوا ولا أزيد أوضح لكم؟ عادوا يشتي يشهر أصحابه علشان يتكاثروا، يقع على سند. الأملحي هم يطبلوا له، طبل. أنا ما غلطت ولا قد أخذت عليك شيء. خلاص ما تقوم الله من النوم ووشك مقلوب. بسم الله الرحمن. أعتقد هو وقف معه قبل سنوات، لكن هذه المرة حين انتقده نسي وقفته السابقة معه. هذا هو نظام العصابات، إذا ما وقف معه في صح وخطأ فأنت عدوه اللدود. أما الأخ مصطفى قدوم معروف، الله يحفظه، يفعل الذي يشتهي. الله المستعان يا مومري. ليش ما توقف مع غالب القاضي مثل أبو بدر وعاصم وبسام الجعدي وغيرهم من الذي تبعه؟ ابتسامة لكم من قلبي إلى فؤادي، لكم التحية والاحترام. من حقك تبتسم ابتسامة المنتصر لأنك ما زلت حر طليق، ولكن العبرة في الخواتيم، ولكل ظالم نهاية سوداء. وإذا دعتك قدرتك على ظلم أحد تذكر قدرة الله عليك. وغالب 5 سنوات وغالب، وانت تجمع حق الديه علي الطلاق 3 انك جمعت حق 20 ليه. سكتنا المره الاولى وقلنا عين، يعني ما ندخل ولا بننزل انفسنا ان احنا نرجع نتكلم على اشخاص امثالك في الامانه. وقد دخلت المره الاولى لبيت المراه اللي من تعز وصورتها وهي تبكي من داخل بيتها ورحت لها اخر الليل، لكن انك تظل تعاود الموضوع هذا واخذته حله واخذتها طريقه جديده للارتزاق. لا والله والف لا معذر ما ننقفك لا سابع جد. 5 سنوات 5 أو 6 سنوات، اشهد لله يا جماعه الخير انه مني معرف الفيسبوك هذا 4 أو 5 سنوات. وغالب القاضي في كل صفحه، غالب القاضي في كل صفحه بث مباشر بث مباشر على مدار اليوم. لو جمع بس وهو في السجن، لو جمع حق البث المباشر انها وفت ديته.
5 سنوات وهو يبث مباشر من داخل السجن، يدور ديه في كل صفحه، في كل جروب، في كل اشاره، لا عند كل مشهور، ولا خلى واحد. 5 سنوات. علي الطلاق انه جمع اقل شيء حق 40 ديه. انا احلفها مغيبا. واذا اتذكر انا وقف واحد الله يذكره بالخير جاب له المثل اتصل لي ذيك المره قبل 4 سنوات. هو شاهد يسمع اذا سمعها. ولا يقول لي يا جهمي ايش رايك؟ يعني قلنا ابشر، وتواصلوا معه ناس من السعوديه والدوله قبل 4 سنوات او 5 سنوات. وبعدها ب3 سنوات، وبعدها بسنتين او بكم، وانقل انا ارجع اشوف ناس واصحابي يتكلموا يا جهمي هذا انسان يعني عليه ديه، يا جهمي وقف معه، يا جهمي يعني ينشروا حق هالموضوع. ادخل وهو على غالب القاضي، قلنا لهم وهو موجود في التعليقات، قلت لا انت الشخص اللي قبل 3 سنوات جمعوا لك اصحابنا في المملكه والتجار هناك. لا والله وانا ما ادري ايش وانا ددد ولا عاد، واختفى نهائيا. وانت 5 سنوات وعادك خارج الان تريد بلطج فوق الحريم يا حرمه. يعني انت هو اللي جنبك المصورين اليوم لا تصيحوا عليها انها ترفع صوتها. على ابدكم، لا فيكم عرق رجوله. خلاص الموضوع انتهى. قد كملت المره الاولى وقعت اللي وقع، ما عاد دخلنا في المواضيع هذه. لكنك اليوم تعود وتوديها لها قسم شرطه وتتصور، والا تصوري غصبه وارفعي صوتك علشان يسمعوا من. والله العلي العظيم ما ادري ما سمعك بك امه الصلاح، قسما بالله العلي العظيم. اشتع على نفسك. اترك المرة هذا مثل ما قال لك ابو مجاهد، هو غريمك وانا غريمك. ديه 6 سنوات ما خليت تاجر في السعوديه ولا في امريكا ولا في اليمن ولا فاعل خير ولا واحد. 6 سنوات وانت واليوم خارج تذل المراه على كيس طابونه وكيس رز. عاد انتم لا تستحوا. اتركوا المرة هذا، ما نشيش نقولون ان ناس بيحرضوا عليك، احنا بنتكلم باحترام. اتركوا المرة هذا، اتركها، ما لك علاقة بها. اذا شيء عندك انت نخوة ورجولة لا عاد تفتح الموضوع هذا وسكره انت وغيرك، غير ما عن شي فضايح. من وذي عاد بايع منك على ريال اصلا الا انسان ما عنده ابوه عقل. وجهك قده مثل الخميره. كنت داخل السجن قوطي مذحل، واليوم الوجه اقسم لكم بالله يا وجه انه لا يدهنه بكيلو نيفيا من النعمه. نعمه الناس اللي بيحولوه للمساكين وانت تقرطها. عيب. استحوا. اتركوا الناس. والسلام ختام.